والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله السهولي من قناة فريلانس سكول. ان شاء الله النهارده هنكمل دروس الباوربوينت، والنهارده في درس الهايبر لينك، فيلا بينا يلا بينا. عايزين نعرف في البداية خالص يعني ايه هايبر لينك. هايبر لينك عبارة عن ارتباط تشعبي، بمعنى انا لو دوست على كلمة معينة تمام بيوديني للينك انا عامله سابقا. نيجي هنا عند المحتوى عشان نوضح اكتر. مثلا الربح من الانترنت، انا لو دوست عليها مش هيجيب لي حاجة لانها كلمة عادية خالص، خصوصا لو انا فتحت الايه الشو. انا لو دوست عليها مش هيجيب لي حاجة، هيجيب لي السلايد اللي بعدها على طول. طيب، فخلينا هنا عند المحتوى. عايزين نعمل هايبر لينك لكلمة الربح من الانترنت. لو انا علمت كده وبعدين هدوس كليك يمين، اجي عند هايبر لينك هنا تمام، ده اللي هو الارتباط التشعبي. طيب ادوس على هايبر لينك، في عندي خيارين، يا اما existing file or web page. يعني existing file انا ممكن اجيب فايل من ايه، من الكمبيوتر نفسه، من البي سي اللي معايا، او ممكن اجيبه من الانترنت. تمام. طيب احنا ده مش هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل احنا على البليس in this file in this document. بمعنى انا عايز ادوس على كلمة ربح من الانترنت توديني للسلايد بتاعة الربح من الانترنت. هدوس على كده الربح من الانترنت دي اهي، هدوس عليها هنا، دي سلايد رقم 4 وادوس اوكي. تمام. فاول ما دوست اوكي ظهرت لي باللون الازرق او السماوي وتحتها خط، فده عبارة عن هايبر لينك. تمام. انا لو دوست كنترول وكليك بيوديني عند هايبر لينك. طيب انا عايز ارجع تاني، ممكن اعمل اي زرار هنا يوديني الباك. احنا لو عملنا insert ممكن نعمل سهم مثلا، سهم مثلا، ده مثلا. تمام. السهم ده معناه ايه؟ باك. او سيبك من السهم ده، نجيب شكل افضل عشان بصراحة مش عاجبني. السهم ده يا سيدي يعني ايه؟ باك. السهم ده اعلم عليه وادوس كليك يمين، ادوس عليها هايبر لينك عادي جدا. بتتعمل مع الشيبس، وبتتعمل يعني مع الاشكال، وبتتعمل مع الكلمات. listen this document، يعني هختار من الفايل اللي انا موجود عليه واختار المحتوى، هيرجعني عند المحتوى. تمام. انا عايز ارجع، هدوس كنترول وادوس عليها، هرجع عادي خالص. طيب هدوس كنترول وادوس على دي، هاجي هنا هدوس كنترول وادوس على السهم، هرجع تاني. فهمت؟ طيب الميزه بتاعت الهايبر لينك ان انا عايز مثلا، انا بشرح محتوى تمام، وعايز اروح عند ايه، اتكلمت عن الحاجات دي مثلا. تمام. مثلا وليكن مثلا هناخد ايه، هايبر لينك عند ايه، كلمة خمسات دي، موقع عايز اتكلم على موقع خمسات. ادوس كده كليك يمين وادوس هايبر لينك in this document، ادوس على خمسات، ادوس اوكي. فكده عمل لي هايبر لينك على خمسات. اروح عند خمسات هنا واعمل ايه، insert. ممكن اخد ده كوبي على طول، كوبي كنترول سي، عملت كنترول سي، وهنا هعمل كنترول في. طيب هيجيب لي اللينك بتاع المحتوى صح، عشان هناك معمول اللينك بتاع المحتوى. هرجع هدوس هنا كنترول كليك، هرجع على اللينك بتاع المحتوى. طب انا لو عايز اعدل الهايبر لينك بتاعي، المفروض اعدله ازاي؟ هدوس هنا كليك يمين عادي، اعلم بس عليها الاول وادوس كليك يمين، ادوس edit link. فانا اختار الحاجة اللي ايه تناسبني. لو انا اخترت لينك غلط فممكن اعدله يعني. اللينك صح مظبوط. طيب عايز الريموف او اشيل الهايبر لينك ده، هعلم عليها واعمل ريموف لينك كده، ايه اتشال خالص. اعمل كنترول زد كده، رجعته تاني. طيب الميزه بتاعت الهايبر لينك ايه؟ احنا عملنا شو وانا بشرح المحتوى عموما. هنا الفهرس بتاعي بقول مثلا انا هتكلم عن الربح على الانترنت، مواقع العمل الحر، وخمسات، مستقل، ابورك، ومقارنة ما بين المواقع. طيب انا عايز مثلا يا جماعة مثلا موقع خمسات، هنبص على حاجة سريعة فيه كده، واجي هنا على موقع خمسات ادوس ايه عليه.
وبعدين هنا هاجي عند موقع 5 اهو، وهتكلم اللي انا عايز اتكلم عليه، وادوس تاني على ايه اللينك بتاعي، على السهم بتاعي ده اللي هو انا برجع للمحتوى تاني يعني. فحتة الهايبر لينك دي بتضيف شكل كويس للبرزنتيشن بتاعتي. عايز اشرح حاجة معينة في بالي، مش عايز اجيب الحاجات اللي في النص، وعايز اروح لحاجة معينة، فبدوس على اللينك بيوصل لي الحاجة المعينة، وعايز ارجع مما كنت بدوس على ايه السهم ده. فحتة الهايبر لينك دي حاجة حلوة جدا بصراحة، وحاجة بتفيد الكونتنت بتاعي يعني، بتخلي شكله حلو. طيب انا عايز اعمل هايبر لينك. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اعمل هايبر لينك، واول ما ادوس عليه يوديني عند موقع مستقل. بص هنا هعمل existing file or web page. هنا المفروض هكتب الويب بيج بتاعتي، هنا هجيب موقع مستقل، اعمل كوبي، واعمل هنا paste كنترول في هنا في الادرس. تمام، انا لو عايز اغير الكلمه هنا بغيرها، بس انا هسيبها زي ما هي كده وادوس اوكي. كده انا دي لو عملت كنترول وعملت كليك هروح على موقع مستقل. لو عملت شو كده وانا بفتحها ادوس كليك على طول اخش على موقع مستقل دايركت على طول من الهايبر لينك اللي انا عامله في البرزنتيشن. حته الهايبر لينك في البرزنتيشن حاجه حلوه جدا، بتخلي البرزنتيشن كده اكتف كده وحلوه. بتسرع عليك الدنيا، بدل مثلا انت عايز تخش الموقع لا تطلع من البرزنتيشن وبعدين تكتب على جوجل. فمش حاجه لطيفه يعني انك تختصر الوقت. دي حاجه حلوه جدا، ما تخليش المشاهد او المستمع ليك في البرزنتيشن يتشتت، فانت بتعمله الهايبر لينك في كل حته عشان توصل عليه الوقت، ما تخلوش يتشتت ويطلع ايه بره المود بتاع البرزنتيشن يعني. فده كان درس النهارده بتاع الهايبر لينك. فيا رب تكونوا استفدتوا من الدرس ويكون في اضافه. وان شاء الله انتظرونا الفيديو اللي جاي في فيديوهات الباوربوينت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.